في اول سيشن انا ما كنتش متخيله ان انا هوصل زي مستواي دلوقتي. المحتوى الدراسي اللي هيتم دراسته خلال الكورس ممتاز جدا بالنسبه للاتش ار، وحته كمان ان هم بيتدربوا عملي. اكتر حاجه بتميز الكورس حاليا انا شايفاها في وجهه نظري ان الناس كانت فريندلي جدا معايا. انا رانيا هشام، مدرسه فرنش، حبيت اعمل شيفت كارير. اسمي اسراء علاء الدين هدى، خريجه اداب تركي. انا محمود محمد عبد الله، خريج تجاره انجلش. التكنيك اللي ماشي بيه الكورس اللي هو فيه كمان ورك شوب في الكورس، مش نظري بس. اللي انا درسته هنا هو اللي بره بالظبط. بيشوفوا عقليه كل واحد ويقدروا يوصلوا المعلومه لعقليه كل واحد بالظبط مره واثنين وثلاثه. بقدر بعد الكورس اي مشكله بتواجهني في الشغل بقدر ارجع لهم تاني. السيشن دي قارنت نفسي بالاول سيشن وانا كنت داخله، لا اكيد في فرق جامد يعني. لقيت ان المجال حلو جدا من خلال الجزء العملي اللي احنا بنشتغل عليه، وكمان بجانب الشغل النظري، بس كان العملي اكتر جدا ان انت تطبق بايدك اللي انت درسته. انا اخدت الكورس من هنا ونزلت سوق العمل انا متدربه اكني اتدربت في سوق العمل. الدكتور بتقول لنا ايه اللي ناقص، ايه اللي ممكن يبقى احسن، حتى لو احنا عاملين حاجه كويسه يقول لك لا البوينت دي احسن ليكي. خلال اكتر من انترفيو تبع بنك مصر قدرت ان انا اتعامل بنفس السكيلز اللي انا اتعلمتها والمهارات اللي انا اكتسبتها، والحمد لله قدرت اعدي من الانترفيو بتاع بنك مصر. حاسه انا مش هعرف، قالت لي لا انت هتبقي شاطره وهتعرفي وهتمكني. فهي اثبتت في دماغي انه الفكره دي غلط، ان الاتش ار حاجه مهمه في الشغل، مش مجرد موجود من بعيد والناس كلها تخاف منه. اتعلمت كتير قوي والحمد لله البروجكت كان كويس جدا يعني. الفلوس كانت قليله على محتوى الكورس بصراحه، يعني ما كانتش كتيره خالص.